بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلم حضراتكم اليوم عن العملة المعدنية اللي هي ال20 قرش أو ما يطلق عليها الريال، وأقول لحضراتكم يطلق عليها هذا الاسم برضه الريال أو ال20 قرش. ده المعدني صنع من خامة النيكل. وده يا جماعة اللي معانا دي يا جماعة مكتوب على جمهورية مصر العربية، ده إصدار حديث اللي هو 1992. ده إصدار حديث. هنقول لحضراتكم يا جماعة الريال المطلوب بسعر عالي، ده لو مع حضراتكم هتبيعه بسعر عالي جدا. لو الريال المطلوب ده مع حضرتك هتبيعه بسعر عالي جدا. ده الريال المطلوب يا جماعة اللي هو اسمه ريال السلطنة، اللي مرسوم عليه صورة السلطان. ريال السلطنة يا جماعة ده اللي هو ما مكتوب عليه 20 قرش ريال السلطنة. ده يا جماعة بيوصل سعره بيبدأ من 100,000 جنيه ويوصل ل 500,000 جنيه يا جماعة. اللي هو ريال السلطنة يا جماعة ده مش اللي قدام حضراتكم، اللي قدام حضراتكم ده العادي، إنما المطلوب جدا وبسعر عالي ريال السلطنة. ده بيبدأ من 100,000 جنيه يا جماعة إلى 500,000 جنيه. ده يا جماعة لو مع حضرتك ممكن تبيعه في العناوين اللي هقول لحضرتك عليها. هقول لحضراتكم على عناوين في القاهرة وفي الاسكندريه. لو مع حضرتك ده ممكن تبيعه، بس يا ريت تكون تاجر امين توصل له يعرف يشتري منك العمله دي عشان ما يضحكش عليك. اللي هي ريال السلطنه ده بيعمل له 100,000 يا جماعه بيوصل ل 500,000 جنيه، عشان برضو حضراتكم ان في ناس نصابين كتير وممكن يضحكوا عليكم. وعلى فكره انا منزل الفيديوهات دي يا جماعه للتوعيه وعشان اعرفكم مناطق البيع وشراء العملات. يعني مع حضراتكم يا جماعه ده الريال اللي بقول لحضراتكم ده ريال عادي متوفر وموجود اللي هو 1992. في مطلوب منه بقى ريال مطلوب 1991 يا جماعه. ده مطلوب بيبدا من 1000 جنيه الى 5000 جنيه. لو معاه حضرتك ممكن تبيعه بالثمن ده، في حاله الانصر بيوصل 5000 جنيه، يكون مفيش اي عيوب وجديد. بيبدأ من 1000 جنيه ل 5000 جنيه اللي هو ريال 1991. ده يا جماعة 1992 مكتوب على جمهورية مصر العربية ومرسوم عليه من الأزهر الشريف، مسجد الأزهر الشريف من الخلف. ده يا جماعة اللي معاه ده حضراتكم سعره عادي، بيبدأ من 75 جنيه اللي يوصل لحد 150 جنيه في حالة الأنصر، يعني سعره عالي جدا. إنما المطلوب بسعر 1000 ل 5000 اللي هو 1991. وليه يا جماعه مطلوب؟ لانه صنع بكميات بسيطه جدا، ولانه كان في خطا في سك العمله برضو بتاعته برضو. فلذلك حضراتكم يا جماعه هو مطلوب بالسعر ده وما بيعديش 5000 جنيه. انما ريال السلطنه يا جماعه لو مع اي حد فيكم ممكن هسيب لكم رقم لحضراتكم يتواصل معاه ويعرف سعره بالظبط حسب حالته يا جماعة. ريال السلطنة بيبدأ من 100,000 جنيه ل 500,000 جنيه يا جماعة. دي فرصة يا جماعة يعني يا ريت ما تفوتوهاش. لو معاك ريال السلطنة دي هتبيع بسعر حلو وسعر عالي جدا. هو انطلب الأيام دي على فكرة، يعني قبل كده كان سعره بسيط، الأيام دي سعره عالي لأنه شحيح في السوق. وطبعا يا جماعة أقول لحضراتكم مثلا لو عايز تبيع بقى أي عونة معاك هتبيعها فين؟ عندك أنت مثلا يا جماعة موجود في القاهرة مثلا، موجود في القاهرة يا جماعة شارع خان الخليلي مثلا، وعندك سوق السيد عيشة، وفي سوق جمعة، وعند حضراتكم برضو باعة متجولين في شارع السد عندكم في باعة متجولين يا جماعة. طبعا يا جماعة الباعة المتجولين دول يشتروا ويبيعوا منك، بس بيبقى وسيط لأن مبقاش معاه أسعار عالية جدا دي يا جماعة. فالمهم يا جماعة انك توصل، هدي حضراتكم رقم في اسفل اول تعليق. ده يا جماعة الرقم ده هيكون احد التجار مثلا اللي ممكن تتواصل معاه وتبعت له على الواتس صورة الحاجة اللي عندك وهو يتمنها لك، يقول لك تسوى كذا. ده راجل امين جدا يا جماعة وانا اتعاملت معاه بصراحة يعني. بس انا هقول لحضراتكم مرة انا بعمل الفيديوهات دي للتوعية يا جماعة عشان ما حدش يقول ان انت بتضحك علينا. طبعا حضراتكم في اماكن بيع في الاسكندريه. طبعا يا جماعه برضو لو حد من الاسكندريه معانا هيشوف في اماكن في الاسكندريه في شارع خالد بن الوليد
منطقة ميامي شرق الاسكندرية، وفي شارع السيوف، وعندك منطقة الإبراهيمية بالاسكندرية، وفي محطة الرمل بالاسكندرية، ومنطقة العطارين بالاسكندرية، وفي محطة مصر بالاسكندرية. وطبعا في سوق الجمعة كمان يا جماعة، سوق الجمعة، وفي بحري على الكورنيش ده برضو في ناس هناك لبيع العملات وشراء العملات القديمة دي يا جماعة. تتواصل معاه، ولو انت تشوف تاجر امين تواصل معاه لو انت عندك اي عملة عايز تبيعها. طبعا انا يا جماعة بوعي حضراتكم علشان ما حدش ينصب عليكم او يضحك عليكم. وتخلي بالك ان في عملات ملهاش اي قيمة خالص بتبقى موجودة بكميات كبيرة جدا، دي عشان ما يعني تقولش ايه ان هو بينصب عليك او بيضحك عليك. دي بتبقى سعرها بسيط جدا يعني يا جماعة. يعني بيبدأ مثلا ممكن في عملات بيبدأ من 3 جنيه وال 10 جنيه، يعني ديت موجودة بكميات كبيرة جدا. انما المطلوب زي ما قلت لحضراتكم اللي هو ريال السلطنة ده يا جماعة، اللي هو بيبدأ من 100,000 جنيه و 500,000، وعندك الريال اللي هو 1790 ألف جنيه ل 5000 جنيه. طبعا يا حضراتكم يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة دي اشترك يا جماعة، قناة أسئلة محمد نشار، وفعل الجرس عشان يشوف كل جديد، لأن عندنا فيديوهات كلها عن العملات القيمة جدا ومهمة جدا. ويا ريت تخش وتشوف جميع العملات اللي عندي على القناة. بس قبل كده تشترك وتفعل الجرس، قبل كده اشترك وتفعل الجرس يا جماعة. ويا ريت تكونوا استمتعتوا بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.